اللي حصل مع الزمالك في ماتش الاتحاد ممكن الناس تعتبره مجرد تعادل في اول جولة، لكن انا شايف ان الماتش ده كشف كوارث محدش بيتكلم عنها. ولو فاكر ان المشكلة في معتمد جمال او ان الحل اننا نجيب مدرب اجنبي، استنى كده واسمعني للاخر، لان اللي حصل النهارده اكبر من مجرد تعادل. خلينا نتكلم كرة الاول. الزمالك في الشوط الاول كان افضل من الاتحاد بشكل واضح، استحواذ وصل لاكتر من 60%. فريق كان موجود في نص ملعب الاتحاد ووصل للمرمى وصنع فرص حقيقيه، يعني بالمختصر الزمالك كان بيعرف يوصل. المشكله كانت في ايه؟ القرار الاخير والفينش. لما يبقى عندك فرص وعندك استحواذ لكن مش قادر تحط الكره في الشباك، يبقى هنا لازم تسال عن جوده الخط الهجومي. ناصر منسي كان عنده كذا فرصه كان لازم تتلعب بشكل افضل، واحمد شريف عنده لمحات لكن محتاج هدوء وجوده اكبر قدام المرمى. لكن انا شايف ان الظلم الحقيقي هيكون لو قلنا اللاعيبه وحشه، لان الفريق اصلا مش جاهز بدنيا بالشكل الكافي، وده ظهر جدا في الشوط الثاني. الزمالك بدا يفقد الطاقه، المساحات ظهرت، والاتحاد بدأ يطلع أكتر ويهدد، والمباراة اتحولت من سيطرة زملكاوية لمباراة مفتوحة. ودي مش صدفة، تدخل الموسم من غير فترة إعداد كافية. الجهاز الفني نفسه بدأ شغله متأخر، وفي لعيبة غابت عن فترة الإعداد، وفي النهاية بتطلب من الفريق يكون في أفضل حالة بدنية من أول مباراة. معتمد جمال مش ساحر، ومعتمد هنا أنا مش شايف إن هو يستحق اللوم الأكبر، لأنك لو بدأت الإعداد متأخر وعندك لعيبة مش جاهزة وغيابات مؤثرة فأنت بتشتغل بالإمكانيات الموجودة. وهنا بقى نوصل للنقطة الأهم، المسؤولية الإدارية. إيقاف قيد وتأخير في التجهيز، حسم أمور الجهاز الفني في وقت متأخر، وغياب لاعيبة عن الإعداد. كل ده في الآخر بيتجمع في حاجة واحدة، فريق داخل أول مباراة ولسه بيجهز نفسه، والدوري مش هيستناك. فرق الدوري هتشوف ان الزمالك مش جاهز بدنيا وهتلعب عليه في التحولات والمرتدات، وده تقريبا اللي شفناه في الشوط الثاني. كمان غياب بزيرة والسعيد خلى عندك مشكله واضحه، مين اللاعب اللي ياخد الكوره ويعمل الفارق ويوصل الفريق للمرمى. وده سبب ان الزمالك رغم وصوله كان محتاج جوده اكتر في الثلث الاخير. طيب نخش بقى على التقييمات. المهدي سليمان 7.5/10، انقذ الزمالك من هدف محقق وكان حاضر في وقت ما احتاجناه. عمر جابر 8/10، من افضل لعيبه الزمالك في المباراه، هادي وثابت وقدم ماتش كبير. الونش 8/10، انقاذه للكره من على الخط لوحده، لقطه مهمه جدا، وعموما كان قوي دفاعيا. محمد اسماعيل 7/10، مباراة هادية وكويسة ومفيش أخطاء مؤثرة. بنتايج 6.5/10، دفاعيا مقبول لكن هجوميا محتاج يدي الزمالك أكتر. محمد شحاتة 7/10، مجهود كبير وتحرك لكن تأثيره بالكرة كان محدود. فتوح 6/10، لكن تأثيره الهجومي كان أقل من المنتظر. أما آدم كايد 6/10 برضه، تحرك كتير لكن الخطورة والقرار الأخير كانوا ناقصين. احمد شريف 6/10، في لمحات لكن محتاج يكون اهدى وادق في اللمسه الاخيره. اما الاسطوره ناصر منسي 5.5/10، الفرص اللي جات له كان لازم تتحط جون، وواضح انه مش جاهد خالص. عضي الدباغ 5.5/10، مردوده الهجومي كان محدود والزمالك كان محتاج منه ظهور اكبر. وفي النهايه انا مش شايف ان التعادل ده كارثه، لكن شايف انه جرس انذار. الزمالك عنده مشاكل واضحه، جاهزية بدنية وجودة هجومية وغياب بعض العناصر المؤثرة، لكن في المقابل الفريق قدر يوصل